تتذكرين لعبة فتاحية وردة غماضية وردة؟ توني تذكرتها وبقول لك ليش. عبد الله كان يحب دائما يلعب مع أخته سارونة، ياكل معاها، يشرب معاها، يلعبون مع بعض، دائما هو وهي في دائرتهم. فكرنا نحن كيف نوسع دائرته، لأن في أطفال سواء توحد أو غير توحد في أحيانا يحبون يكونون معزولين عن الأطفال. فالتحدي وين كان؟ في التنفيذ. شو سوينا؟ اللعبة اللي قلتها لك في البداية نفس اللعبة بديت مع عبد الله. اخترت معاه لعبة غماضية وردة فتاحية وردة، فكان معاه هو، أخته، واخترت ثنتين من بنات أخواتي، واخترتهم بطريقة مدروسة لأني أعرف عبد الله ما يرتاح مع كل الأطفال، فيرتاح مع خديجة ومريم بسبب أخته سارونة، لأن أخته سارونة تلعب معاهم فيرتاح لهم ويطمن لهم. في البداية أنا كنت معاهم. يوم عبد الله عرف اللعبة، عرف كيف يلعبها، هاللعبة كان يمسك إيدهم ويضحك معاهم ويغني بعد، ونكرر هاللعبة مع نفس الأطفال إلين ما تعود وعرف طريقة اللعبة. يوم عرفها صرت أنا أنسحب وأضيف كل مرة طفل وطفلين في اللعبة، ويوم بضيف هالطفل طفلين ويزيدون مع الأيام 3 4 5، ومن لعبة للعبة ثانية للعبة ثالثة، إلين ما عبد الله بدأ يدخل مع الأطفال بدون خوف أو تردد. والحلو في الموضوع إنه كان يروح لهم من نفسه ويشوف هم شو يلعبون، وكان يحاول يشاركهم. فالطفل اللي يحب يكون بروحه مو معناته ما يحب يلعب، ولكن محتاج حد يفهم الطريقة، ولازم نبدأ من دائرته الصغيرة اللي هو يرتاح لها. شاركي هالفيديو لكل أم تحتاجه، وسوي لي فولو إذا حابة تعرفين عن التربية.